نستكمل حواراتنا من صيدا من لبنان. لبنان المقاوم ولكن مقاومة بشكل آخر. معانا النهاردة الأستاذ فضل شاكر، الفنان فضل شاكر سابقا إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ فضل أهلا بحضرتك. أهلا بيك. نشكرك الأول على الدعوة الكريمة وبنتشرف إن احنا نكون في بيتك، وعايزين حضرتك بقى تحكي لنا فضل شاكر الفنان المطرب اللي صوته الناس بتحبه تحول إلى الشيخ فضل شاكر. لا مش الشيخ فضل شاكر. أول شيء أنا إنسان مسلم الحمد لله، يعني الله هداني بإذن الله رب العالمين. هلا كفنان يعني صار عندي نوع من إني كرهت هذه المصلحة أو هذا الخط أو هذا الطريق، صار عندي كره لهالموضوع، وكان عندي صراع يعني بيني وبين نفسي من فترة، يعني من حوالي 3-4 سنين تقريبا. فالحمد لله اني اخترت هذا الطريق الصحيح ان شاء الله. الله يكرمني يا رب ويتوب عني عن هذا الطريق الفن اللي هو يعني طريق حرام. يعني انا مش خلاص عندي صار اقتناع اني مش هكمل فيه باذن الله. فضل شاكر له معجبين، له ناس كتيرة بتحب صوته بتحب أغانيه. لما يترك هذا الزخم بكل ما يحتويه وكل ما يحيط به من أضواء وجماهيرية، أعتقد أنها جماهيرية ممكن من وجهة نظر بعض الناس تكون زائفة، ممكن من وجهة نظر الناس أخرى أنها تكون جماهيرية ليها طعم وبريق حلو. أنت شايف الجماهيرية والبريق كانت الموجودة بعد الحالة اللي أنت وصلت لها، شايف كان شكلها إيه؟ حقيقية ولا هي جماهيرية ممكن تكون مختلفة عن؟ والله يعني أنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني بطل يعنيني شيء فيه، لا جماهيرية ولا فني ولا يعني حسيتها كذبة كبيرة. هذه كذبة كبيرة. الفن يعني أنا كنت ماشي بخط، يمكن الفن هو ما عندي مصلحة تانية أعملها. هذا الشيء اللي بقدر كنت أنا أعمله بحياتي إني غني، بس الحمد لله يعني ما همني الجمهور الفني قد ما هلا يعني أنا الله هداني إن شاء الله وحابب أمشي بطريق الإسلام الصحيح طبعا إن شاء الله. الله يكرمنا يا رب ويهدينا. فبطل يعنيني هذا الموضوع الفني والجماهير اللي بتحبني الفنيين، ما بتعني لي شيء صارت. يعني عايز حضرتك تقول لي انت خلاص الفن اعتزال كامل ان شاء الله قريبا جدا. قريبا جدا. طيب ايه اللي وصل حضرتك او يعني ايه يعني الامور اللي جت قدام حضرتك خلتك تراجع طريقك وتشوف ان في طريق تاني افضل هو الطريق الصحيح؟ والله الحقيقه يعني من ترددي عن جامع بلال المباح، هي حقيقة أني الحمد لله أني كنت صلي أنا ببيتي، أقضي فروضي ببيتي، بس لما صرت أتردد على جامع بلال المباح عند الشيخ حبيبي أحمد الأسير، وسمعت كلامه اللي كل خطبة يحكي عن من منبر رسول الله كلمة الحق، شدتني كتير مواضيع دينية ومواضيع إنسانية ومواضيع يعني هاي اللي خلتني يعني انتمي للطريق هذا. هلا يعني أنا ما كتير بحب أحكي بالدين لأن ما بعرف، مش ملم ولا بالسياسة حتى. إن شاء الله شوي بتصير هتبقى سياسي إن شاء الله نتكلم فيها. طيب انا حابب تقول لي ان اولا انت يعني سبب اللقاء بدايه ان حضرتك عملت كنت موجود في مظاهره كبيره جدا في بيروت، والاول مره ده يحصل في بيروت اللي كانت شبه محكومه امنيا
بالنظام السوري. لكن اعتقد ان وجود حضرتك في قلب مظاهره وتأييدك للاخوان في المظاهره وللاخوه في سوريا اللي بيتعرضوا للقمع من النظام السوري، ده كان امر اعتقد انه تقريبا ما حصلش داخل لبنان، ولاول مره يحصل مظاهره بالحجم ده مواجهه للنظام السوري. انا عايز حضرتك تقول لي ايه اللي حركك وايه اللي وصلك القناعه اللي ملت قلبك بده، لان عايزين الساده المشاهدين يعرفوا في مصر قد ايه الاخوه في سوريا بيتعرضوا لقمع وتعذيب وتنديد من خلال قربكم منه. يعني أنا كإنسان مسلم واجب علي أني أوقف وناصر إخواننا وأهلنا بسوريا قدام المجازر وانتهاك للأعراض وذبح الأطفال وذبح الشيوخ وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب رب العالمين، واللي عم نشوفه من انتهاكات لكل الأمور الإنسانية اللي عم نشوفها. هذا سبب خليني أتحرك وخليني ناصر إخواني اللي نزلوا على المظاهرة. فالمفروض على كل إنسان عنده دين وعنده كرامة وعنده شرف إنه يناصر إخوانه بسوريا اللي عم يتعذبوا، اللي عم ينذبحوا، اللي عم تنتهك أعراضهم. بإذن الله هذا النظام بده يسقط، نظام بشار الأسد وآل الأسد والموالين للأسد إن شاء الله بإذن رب العالمين. النصرة جاي من عند رب العالمين لسقوط هذا الطاغي المجرم. طيب يعني برضو احنا عندنا هنا لازم نكون على بساط النقاش ان هناك من الامور ما يمكن ان تتعرض له داخل لبنان. نعم. لان النظام السوري قد يكون له اذناب وفيول داخل المجتمع. اكيد اكيد حضرتك بتتعرض لهجمه شرسه طبعا، واكيد الموضوع مش هيبقى مظاهره وخلصت ونشيد ما عندنا مشكله عايزين عم يجينا تهديدات من النظام السوري وحتى من لبنان عم يهددونا. مين في لبنان يهددنا؟ ما بدي اسمي اسماء، ما بدي فوت باسماء. انا يعني عندنا شويه معطيات وان شاء الله كمان حنجيب، بس بالوقت المناسب. يعني انا كنت حابب اوجه نداء لقائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي اللي أنا بكن له كل احترام وحب، وللمؤسسة العسكرية الموجودة بلبنان اللي برضه هو أهلنا وإخواتنا ونحن نفديهم بدمنا. بس في بعض الضباط والقضاة اللبنانيين المواليين للنظام السوري هول الجماعة عم بيحاربونا بكتير وسائل، وإن شاء الله نحن هول ما بيخوفوني لا هن ولا النظام السوري ولا بشار الأسد ولا عائلة بيت الأسد ولا كل الموالين لبيت الأسد. وهيدا بإذن الله قوة من عند رب العالمين. ونحن إن شاء الله صامدين وحنضل نحكي كلمة الحق وحنضل واقفين نساعد إخواننا بسوريا وبكل الوسائل السلمية، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله. طيب احنا يعني برضو من المعطيات المهمة جدا ان احنا نتحدث عنها الاعلام المضلل اللي بيوجه آلة اعلامية كبيرة جدا ممكن تحول دفة الحديث من شعب مقاوم ضد نظام فاسد، نظام بيرتكب المجازر، لفئة مندسة بتحاول تقلب نظام الحكم اللي الشعب بيحبه. عايز حضرتك تقول رأيك في هذا إعلام. يعني في بعض الإعلاميين الموجودين بلبنان هول مأجورين، هول الإعلاميين ما بيخافوا الله، عم بيحوروا الحقيقة. يعني اليوم نحن المظاهرة اللي نزلنا فيها مظاهرة سلمية، مظاهرة للناصر أهلنا بسوريا، بتعبر عن حبنا لهم وإنه بتعبر عن الظلم اللي عم نشوفه اليوم. يعني في أقاويل كتيرة بالإعلام وخصوص التلفزيونات مأجورة ومعروفة من هي، ما بدي سميها لأن هي تلفزيونات بالنسبة لنا نحن ساقطة، تلفزيونات حقيرة، إعلام حقير. الغرض في حقد عندهم، عم ببينوا الحقد اللي عندهم، عم ببينوا الكفر اللي عندهم. هول الجماعة عم بلفقوا أكاذيب. نحن مش هيك. في أمين عام حزب العربي الديمقراطي علي عيد، هيدا المجرم
الكذاب الحائد عم بيقول انه نحن هالمظاهرة اللي نزلت، هذا الظهور هذا هو الكندهار، شبهنا بكندهار، وبعدين عم بيطلعوا اكاذيب على الشيخ احمد وعلي. زائد انه زي ايه؟ اول شيء حكي انه تابعين لايمن الظواهري، الشيخ ايمن الظواهري، وعم بيقول انه هول ارهابيين، وعم بيقول انه نحن بنكره الجيش اللبناني، وعم بيقول انه في ما ننسى انه خيه لفضل شاكر مات بنهر البارد. هول المأجورين لازم يسمعوا هذا الكلام، يبطلوا اكاذيب واقاويل. نحن جماعه بنخاف الله، عم نحكي كلمه الحق. لا دعمنا الشيخ تميم الله يوجه له الخير، ولا الشيخ حماد، ولا جينا دعم من السعوديه مثل ما بعض الابواء الكاذبه عم تقول عنا هالكلام. نحن الحمد لله. طب هو في طيارات هنا بتاخد دعم من حته ثانيه؟ يعني انت لو انت بتاخد دعم من السعوديه، هفترض انك بتاخد دعم من السعوديه، حاطلع اقول ان انا باخذ دعم من السعوديه بكل شرف. رحت افغانستان قبل كده؟ ما رحتش قندهار قبل كده؟ لا والله. ما لبستش جلابيه قبل كده؟ بالحج ان شاء الله هتلبس. وليه لا؟ يعني ده شرف لينا، ده شرف لينا. ده ايه اللي يزعل؟ ايه اللي يزعل في ده؟ هم اللي زعلانين. بس هو السؤال هنا دايما اللي بيبقى عنده قدره على الكذب بيكون عنده روح من ارواح او مدد من امداد هذا الكذب. فاللي بياخد تمويل دايما بيدعي على غيره انه بياخد تمويل. اكيد في طيارات داخل لبنان بتاخد تمويل من بره. هم اللي بياخدوا تمويل، الله اعلم، وعلنا طبعا. تمويل مادي وتمويل لوجستي وتمويل السلاح وتمويل من كل الانواع، وهم حلال عليهم وحرام علينا. حرام علينا. طيب انت شايف التيارات الاسلاميه، انت طبعا هتبقى جزء من التيارات الاسلاميه بعد. انا طبعا شايفك موجود معاك بقالي يومين تقريبا في لبنان، وشايفك موجود في المسجد بسم الله ما شاء الله عليك. هيبقى المفروض الفتره الجايه التيارات الاسلاميه السنيه داخل لبنان يكون لها نوع من انواع العضد والتماسك واللحمه. عشان التيارات المناوئه بتلعب دايما على فكره التفرقه. واحنا عايزين ان حتى لو بيننا وبين بعض خلافات، حقيقه الامر ان احنا لازم نداوبها، وظاهريا لازم كل الخلافات، ظاهريا وباطنيا لازم كل الخلافات دي تنتهي، لان احنا في مواجهه خصم عنيف جدا وخصم قوي جدا. وربنا يعينكم، لان انا طبعا موجود وشايف الوضع، فربنا يعينكم. هنا داخل لبنان انتوا تقريبا المعركه بتنتقل بالتدريج داخل من سوريا لداخل لبنان. يعني نحن يعني باذن الله نطلب انه كل الطوائف الاسلاميه انه تتحد ويكونوا ايد وحده، ونحن مش عنصريه ولا طائفيه. نحن الحمد لله مسلمين، بنخاف الله وبنحب الرسول، ماشيين على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن هي الكلمه هي اللي خلينا نحكي، لانه ضد الظلم. نحن ما بنحب الظلم، والقتل حرام بديننا. نحن مش مثل ما عم بيقولوا علينا. نحن جماعه بنخاف الله، واللي بخاف الله ما تخافوا منه. نحن لازم نخاف من اللي ما بخاف الله اللي مثلهم. هؤلاء جماعه ما بخافوا الله. الله يبارك لك. انت صوتك حلو والناس بتحب صوتك وانت بتغني، ليه ما تفكرش انك ربنا ينعم عليك بالقران الكريم؟ ويبقى ليك في الانشاد ان شاء الله باذن الله. انا بحضر اناشيد دينيه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. بس لما تجهز هديها للمحطة الكريمة بتاعتكم بإذن الله. أنا عايز حضرتك توجه أولا كلمة لسوريا. نعم. لأهلنا في سوريا. أهلنا في سوريا، الله ينصركم يا رب ويعزكم ويقويكم ويقوي الجيش البطل الحر، وينصر أهلنا بسوريا، بحمص وبحما وباب عمر وبحلب وبالشام وبكل المناطق السورية. الله يعزهم وينصرهم على الطاغي وعلى النظام المجرم. بإذن الله النصر آت إن شاء الله. الله يصبركم ويعزكم يا رب. مع تحياتي فضل شاكر. عايزين حضرتك برضو توجه كلمة للإخوة في لبنان. الإخوة في لبنان نقول إن شاء الله لازم نحن نتحد مع بعض كمسلمين. احنا بنتمنى انه كل الاديان الموجوده بلبنان انه يتحدوا ونقول كلمه الحق ضد الظلم، ونحن مش عنصريين ومنا طائفيين.
احنا ديننا دين حب ودين سلام، والحمد لله رب العالمين